عمرك اشتغلت أو ذاكرت كتير لكن ولا أي حاجة أنجزتها؟ دماغك زحمة فيه 100,000 حاجة لكن ولا أي حاجة أنجزتها؟ أنا عارف إن ده ممكن يكون روتين معظم الناس مننا. يومك بيكون زحمة لكن أنت بتطلع في الآخر مولد بالحمص، مفيش أي نتيجة، مفيش هدف نفسك فيه ولا قدمت خطوة حتى. طيب إيه اللي بيحصل؟ وهل فعلا أنا بقرب ولا ما بقربش من أي هدف؟ إزاي أتجنب عدم الإنتاجية الرهيب اللي بقى في حياتك؟ هخليك تعرف بعض الأسرار اللي ما كنتش تعرفها. خليك معايا. أهلا بكم في ثالث حلقة من برنامج الفرصة الأخيرة. معاكم عبد الرحمن الرماح. بصراحة عدم الإنتاجية بتواجه ناس كتير، تعب كتير، إنتاجية صفر. بيستحق إن يكون حلقة مميزة من حلقات البرنامج. إحساس عدم الإنتاجية مش معناه إنك كسول، إحساسك ده غالبا إنك شغال غلط. ده ليه شغال غلط؟ إحنا اتربينا على أساسيات بديهية، اتعب تبقى شاطر، اتعب تلاقي إنتاجية، ولو ما تعبتش أنت غالبا كده مقصر. مفيش شك إن محدش بيوصل لحاجة من غير ما يتعب. ده طبيعي، حتى علشان ننقل حاجة من مكان لمكان لازم يكون في شغل حصل. زي ما انت ممكن تعمل حاجة تنقلك من مكان لمكان، زي حاجة تانية بتعملها وانت بتجري وفي الآخر تلاقي نفسك بتجري حوالين نفسك، حرفيا بتجري بس في نفس اللحظة انت بتعمل مجهود على الفاضي. انا هكلمك على حاجة بتحصل في يومنا عادي، ممكن تكون بتعملها وانت مش عارف. انت بتعملها من غير ما تاخد بالك، ودي حاجة بترهقك جدا. فاكرين الحاجة دي اللي خلت اكتر الناس المشاهير اللي عاوزين يكونوا مؤثرين بيلبسوا نفس اللبس كل يوم؟ طيب ايه الموضوع ده؟ دي حاجة اسمها سجن فتيج. لو ترجمتها هتلاقيها الارهاق اتخاذ القرار. دي حاجة اتدرست كتير، وفي واحد عمل عليها بحث وقال لينا كل قرار بتاخده حتى لو كان صغير بيستهلك جزء من دماغك. القرارات بتبدأ من البس ايه النهارده الى حتى انا هعمل ده الاول او ده او اجلها شويه. دي قرارات صغيره بناخدها كل يوم. مش بس كده، ساعات كل ساعه مخك بيرهق. لما بتيجي الشغل او الدراسه هتلاقي نفسك بتختار السهل مش الحاجات التقيله اللي انت المفروض تخلصها. لما تخلص الحاجات السهله بيديك احساس كاذب بالانجاز، لكن في الحقيقه انت راكن الحاجات المهمه على جنب. عشان كده الناس الفاهمه وبيحاولوا يقللوا القرارات اليومية على قد ما تقدر. لازم تكون عارف انت بتعمل ايه. انت مش بتاخد قرارات علشان لما اجي اخد القرار المهم يكون عندي طاقة اخد القرار الصح. كل ده في فكرة اتخاذ القرار، لكن كمان بيأثر على مجهودك انك تقدر تعمل حاجة مهمة. لما بتفضل تاخد قرارات كتير حتى لو صغير ده بيقلل من تركيزك. تاني نقطة، حط الوقت اللي انت عاوزه تعمله خطة. مش انا هعمل الحاجة دي بكرة، انت كده هتاخد اليوم كله. كل حاجة اللي كانت هتاخد ساعة اصبحت هتاخد كل يوم كله. تعب مثلا الفاينل او مراجعة، انت بتقعد تذاكر طول السنة وبتيجي يوم قبل الامتحان وتلم المنهج في 3 او 4 ساعات. انت ممكن تخلص في يوم انت بتخلصه في سنة. فأي قرار أو حاجة هتعملها لازم تكون حاطط خطة، علشان ساعتها أنت بتنفذ وبس. ودي حاجة كنت ممكن آخد فيها ساعة وباقي الوقت أقدر أعمل اللي أنا عاوزه أي حاجة تانية. طيب لو عندك درس أو كورس أونلاين ساعتين ممكن يقفل معاك 6 ساعات، لأن أنت فاضي مش وراك أي حاجة تانية. بتتفرج نص ساعة وبعدها تكلم حد أو تتفرج على جزء فات من مسلسل او تتفرج على ريلز. لازم تحط حاجة مهمة تساعدك تخلص الحاجة دي في ساعتين او اقصى حد ساعتين ونص. او حاول تضحك على نفسك، حط اي حاجة بتحب تعملها خليها مهمة علشان اخلص الكورس ده. لو خلصت الكورس ده او الدرس ده بسرعة هعمل الحاجة دي، هعرف اعمل الحاجة دي النهاردة. ثالث نقطة، دماغك بتفتكر الحاجات اللي لسه ما خلصتش اكتر من الحاجات اللي خلصت. زي مثلا انت دماغك كمبيوتر، فتحت ملف وخلصته وقفلته، ورحت بعدها فتحت ملف ولسه ما خلصتوش، ورحت فتحت واحد كمان وكمان واحد. بقى عندك حاجات كتير عاوز تعملها. دي حاجات محتاجة منك شغل ولسه ما خلصتهاش ولا قفلت اي حاجة. احنا شاطرين قوي في نفتح اي حاجة لكن صعب جدا نكمل معظم الحاجات دي للاخر. يعني لازم تحط جدول قبل ما تنام لليوم اللي بعده، بالمهام اللي لازم تعملها بالوقت، واي حاجة تفتحها ما تروحش على بعدها غير لما تكون خلصتها. بتعمل حاجة علشان ما تكونش متشتت. بس مهم لكل ده في 3 نقط. اول حاجة حط مهمة تقيلة لليوم بتاعك. كل يوم مهمة لازم تخلصها علشان انت فعلا تبان انك انتجت، وده فعلا لازم يخلص.
تاني حاجة انك تعمل وقت معين لأي حاجة انت تعملها، ولو ما عملتش هتفرش منك، مش هتعرف تسيطر عليها. تالت حاجة انك ما تفتحش حاجة غير لما تكون قفلت اللي قبلها. اقفل افتح، اقفل افتح، وهكذا. ده سبب كل المشاكل. تفتح كل حاجة فتحس بالعجز وبعدها الإحباط، وفي الآخر بتدخل دوامة وحشة أوي. ما تنساش تنشر الفيديو ده لأي حد بتحبه لعله يستفيد ويعمل بالنصايح. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وكل عام وأنتم بخير. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.